السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ وحشتوني جدا. يا رب ما تحرمش منكم ولا من وجودكم معايا في القناة. يا احلى مشاهدين في الدنيا، يا احلى متابعين في الدنيا. تعالوا بقى اقول لكم طريقة الكريب الاقتصادي. بكوبايتين ونص دقيق هنعمل 5 ترغفة كريبات، وبربع كيلو صدور فراخ هنعمل احلى 5 كريبات فراخ. الواحد بنجيبه ب45 جنيه وب50 جنيه، يعني دي اقل حاجة. ونضيف، وانت اللي ضامناه، وانت اللي عاملة كل حاجة فيه من الالف للياء، وضامنة كل اللي فيه يعني. وهيبقى اقتصادي وهيوفر معانا. انا كان اشتريت ربع كيلو صدور فراخ، عمل لي 3 صدور كبار. فهنتبلهم. هقول لكم على طريقه التتبيله دلوقتي، بس هقول لكم على طريقه ايه. عجينه الكريب. انا جبت كوبايتين ونص دقيق او 3، وحطيت عليهم رشه ملح ورشه سكر، وحطيت عليهم كوبايتين ميه وكوبايه حليب، وزيت زيتون، معلقتين زيت زيتون. وربيت كل الكلام ده بالمضرب لحد ما العجينه تبقى سايله ومش متماسكه كده. تبقى سايله بس مش سايله قوي، يعني تبقى تقيله شويه. على زي ما انتوا شفتوها كده انا عاملاها. وطبعا عندي طاسه تيفال ديت حجم كبير. بسيبها الاول بتكون بارده، وبنزل بكرنيب ونص من العجينه، وبجيبها يمين وشمال كده لحد ما تتفرد. لان انا ما عنديش العصايه اللي بفرد بيها. وبعدين بقوم حطاها على النار ومهديه عليها شويه لحد ما الرغيف ما بيستوي. بيطلع كده من الجناب، بيفك من الجناب. فانتي ممكن تقلبيه بكل سهوله زي ما انا قلبته دلوقتي. بكل سهوله بتقلب، ولا بيلزق ولا اي حاجه، ولا بقى دهنت الصينيه حاجه، زي ما هي كده. بس انا حاطه زيت زيتون بس في العجينه. طبعا بقى ايه، هنعمل كميه العيش. عمل لي 5 ترغفه كويسين، حجمهم كويس. وبجيب حاجة قطن في صينية، يعني قماشة قطن، وبفرده وبحط وبغطيه عشان ما ينشفش مني. وطبعا هتبل الفراخ. بشرت بصلاية، وحطيت فلفل وملح، وحطيت توابل فراخ ومرقة، وحطيت سنة قرفة، وحطيت ليمون وزيت زيتون. وهي ديت تتبيلة الفراخ. هسيبها شوية بقى تتبل كده. بحب انا التتبيلة ديت بتدي نكهة كويسة للصدور، مع توابل الفراخ كمان يعني. بصوا كل حاجة، يعني انا غاسلة ايدي ما تقلقوش، وما عنديش ضوافر، فعشان كده بقلب جامد شوية يعني. زي ما انتوا شايفين بقى بخلط التتبيلة كلها بقى عشان ايه، الصدور تتشرب منها. يعني بجد بجد يا جماعة، والله انا عايزة اقول لكم انا كلت. يعني الكريب مش حجمه مش كبير قوي عشان الصينية مش كبيرة أوي، يعني مش زي الجريلا بتاعة المحل. متوسطة ومش صغير برضو. عمل 5 كريبات، وكلنا كلنا وشبعنا. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. بألف هنا وشفا والله. وحاجات نظيفة وحاجة مضمونة في البيت. دلوقتي يا جماعة انت لو جبنا كريب من بره هيبقى يعني ب50 ولا ب45، ولا يعني مثلا عشان تاكلي كريب كويس انتي وابنك، ولا انتي وجوزك وعيالك، عايزالك ميزانية كبيرة يعني. في الغلا اللي احنا عايشين فيه ده لازم نتصرف، ولازم نقتصد، ولازم نعمل يعني، وكمان نضيف. بره بقى ما بيحطوش صدور الفراخ كده البانيه ديت. انتي اللي عاملاها، وانتي اللي ضمناها، وانتي اللي عامله كل حاجه فيها. اللي بره بيجيبوا الحاجات المجمده، الله اعلم بقى يعني نضيفة، ولا الفراخ مفرومة ازاي، ولا معمولة ازاي. ما نعرفش، مفيش حاجة عادت مضمونة، وببقى قرف وعك يعني. الواحد يعمله في البيت احسن بكتير من ان نشتريه من بره. والله 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 اجمل مليون مرة من اللي بنشتريه من بره. جربوه بطريقتي، وسهل ومضمون.
طبعا انا عملت بقى ايه الخلطة اللي انا هقلي بها الفراخ عشان اعملها كريسبي شكل بتاعت كنتاكي. جبت دقيق وحطيت عليه معلقتين نشا، وحطيت عليه بهارات دجاج، وحطيت عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر، وحطيت عليه ملح وفلفل، وقلبته في بعضه. وهجيب طبق فيه مية، طبق صغير سلطانية فيها مية عادية يعني مش ولا ساقعة ولا حاجة، مية من الحنفية. وبعدين هحط الفراخ بعد ما اتبلت في الدقيق زي ما انتوا شايفين، واغطسها كويس في الدقيق، وبعدين انفضها كويس جدا، وبعدين انزلها في طبق المية، وبعدين اطلعها تاني احطها تاخد كفر تاني. يعني انت بقى يعني انت زي ما تحبي، عايزة الكفر يبقى تقيل بتطلعي من الدقيق وتحطي في المية، ممكن مرتين زي ما انت حابة، بس انا عملت مرة واحدة في المية. والله الكفر هتشوفوه دلوقتي استحالة يقع، ومقرمشة وكريسبي بطريقة، وطعمها في منتهى الجمال. يعني حتى من غير ما هتعمليها في الكريب، يعني لو أكلة كده يعني هتتبسطي منها جدا. وطلعتها من المية، وبعدين هنزلها تاني في الدقيق. هتعمل الكفر استحالة ده يقع وجامد ومقرمشة وجميلة واقتصادية، أكلة اقتصادية وهتأكل كذا فرد. يعني بصراحة أنا بحب الأكلة دي جدا، ووالدتي على طول بتبقى تطلبها مني، مع إن والدتي ملهاش في الكلام الأكل بتاع اليومين دول اللي طالع، يعني الناس الكبيرة ملهاش في الكلام دوت، يعني واخدين على الأكلات بتاعت زمان الحلوة. الاكل الجديد ده بتاعنا احنا بتاع الشباب. بس ماما والله بعد ما عملت لها الاكل ده حبيته جدا. نسيت اقول لكم بقى ان لو اول مره تتفرج على قناتي ممكن تدخل تعمل اشتراك وتدوسي لايك وتشجعوني بكلمه حلوه كده. محتاجه دعمكم ومحتاجه تشجيعكم الجميل يا احلى مشاهدين عندي، يا احلى متابعين، ما تحرمش منكم ابدا ابدا. طبعا انا بنفض الفراخ من الدقيق عشان ما توسخش الزيت، يعني على قد ما اقدر بنفضها من الدقيق. هنا بقى فردت العجينة وبعمل العيش وبهديه عليه. بصوا بقى يا جماعة، بصوا جمال الفراخ يا جماعة، بصوا ناشفة ازاي ومتماسكة ازاي، واستحالة الكفر دوت يقع ابدا. دي بقى الحشوة اللي بحطها في الكريب. انا بحب على حسب بقى ما انتي عايزة، يعني زي ما انتي عايزة. انا كان عندي لانشون بيف فاضل كده حبة قطعتين قطعتهم، والزيتون وفلفل رومي قطعته. وهنا طلعت الفراخ تلات قطع. تخيلوا بقى بالتلات قطع دول ما شاء الله ربنا مبارك هيعملوا 5 كريبات، هتشوفوا دلوقتي. وهناكل وهنشبع وبحاجات نظيفة وجميلة. دي حتة القماشة القطن اللي انا حطاها على العيش علشان ما ينشفش، هو بقى بيعرق مع بعضه كده وبيبقى طري. هتشوفوه طري. بصوا يا جماعة، بصوا الرغيف عامل ازاي يا جماعة، بصوا الرغيف ما شاء الله اللهم بارك. والله العظيم انا كنت بجيب ال3 ترغفة ب15 جنيه تقريبا، او ال4 ترغفة ب15 جنيه. مش عارفة قبل ما اسافر، مش عارفة دلوقتي الصراحة بكام يعني. طب وليه بقى؟ طب ما احنا ممكن نعمله في البيت ويبقى برضو ما هو زي اللي بره، هو ده زي اللي بره، ما بيعملوش اي بل انا حاطه لبن، هما ما بيحطوش لبن، يعني بيعملوه اقتصادي، ميه وعجينه، ميه ودقيق وخلاص. يعني انا حاطه لبن من اللبن بيطريه شويه وبيخليه كده ايه غني، إيه ودسم وحلو. طبعا بقى الفراخ قطعتها شرايح كده، وحطيت جبنة موتزاريلا، بستعمل جبنة الحمد. يعني بجيب الكيس اللي هو بكام يا ربي، جايباه ب27، مش عارفة 200 وحاجة تقريبا. بس هيفيض والله العظيم، فاض مني شوية، بابا استعملهم احطهم على بيض على حاجة. يعني عمل لي ال5 كريبات ما شاء الله هتشوفوا، وجميل والاكل فيه خير وبركة. ده الحاجات اللي انا بحطها. وجبت بقى إيه كيسين مايونيز كده وكيسين كاتشب، وبوزع كده
يعني والله العظيم الواحدة الشاطرة هي اللي تمشي نفسها وتعمل من الفسيخ شربات وتقتصد وتعمل احلى اكل وتفرح بيتها وعيلتها. يعني ما تعملي لعيالك حاجات زي دي هيفرحوا وهيبقى ومش هيكلفك حاجة. ربع كيلو بانيه وكيس جبنة موتزاريلا وب5 جنيه زيتون متقطع اللي هو الشرايح. بس ده اللي كلفني. واكيد بقى انت عندك فلفل رومي في البيت، فلفلاية ولا فلفلتين. ده كل اللي كلفني. وكوبايتين دي اكيد موجودة في البيت برضو، مش هيكلفك اي حاجة. وتبقي عملتي اكل اقتصادي واكل جميل وفرحتي بيتك وجوزك وعيالك، بدل ما تروحوا تجيبوا بقد كده ب300 جنيه ولا 400 جنيه كريبات. شايفين يا جماعة منظر الكريبات؟ شايفين كبيرة ازاي وجميلة ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. والله العظيم يعني انا كنت كل شوية بزود واحد وبعمله على واقلبه، بس للأسف في واحد بصوا اتلسع مني. بس والله كان طعمه جميل لاني صحيت عليه. بصوا يا جماعة والله عمل لي قد ايه. يعني ما شاء الله ما شاء الله بجد، ما شاء الله والله. كان الاكل جميل وكان لسه في واحد بيتعمل. بصوا الحشو عامل ازاي والفراخ ما شاء الله. يعني بيتحدث عن نفسه والله يا جماعة. جربوه على ضمانتي وان شاء الله هيعجبكم. وان شاء الله ما انتوش هتشتروا كريبات من برا والله بعد ما تدوقوا، على ضمانتي كده. انتي بقى على حسب ما انتي حابة عايزة تعملي ال الحاجات الحشو ايه، بأي حاجة يعني براحتك انتي. انا بحبه بالبانيه، بيبقى طعمه جميل. وبحط فيه الفلفل والزيتون بس ما بكترش. مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد بقى.